السلام عليكم وأهلا بيكم. كلام كان بيتقال عن ثروة مبارك، وهل فعلا كانت تقدر إنها تحل الأزمة الاقتصادية اللي مصر بتمر بيها؟ السؤال ده فضل يتردد على مدار سنين كتير جدا، وإن فعلا الفلوس دي موجودة في الحقيقة ولا قصص وخلاص؟ السؤال بعد مدة اتنسى فعلا، بقينا مش عارفين هو الكلام في الموضوع ده حقيقي ولا لأ. ده غير الكلام اللي اتقال إن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان مهرب فلوس بره. سؤال مهم، ولو فعلا هيحل الأزمة الاقتصادية المصرية ومشاكل العملة الصعبة فلازم نتأكد منه، خصوصا وإن الجزائر قدرت إنها خلال الفترة اللي فاتت تجمع 20 مليار دولار من أموالها المنهوبة. السؤال الأهم، طب ليه إحنا كمان ما نعملش كده؟ خصوصا إن ده هيفتح الباب لكذا دولة من الدول اللي بتعاني من نفس المشكلة إنها ترجع تفتح نفس الملف تاني وتستعيد أموالها المهربة وتحل أزماتها الاقتصادية. تعال ندردش مع بعض ونعرف إيه هي القصة بشكل أوضح. تابعنا للنهاية عشان هنقول الجديد في كل الملفات الشائكة. معاكم محمد فرج، وانتوا دلوقتي هتعرفوا كل الحكاية في البداية. في البداية بنطلب من حضراتكم الدعم بلايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت تقولوا لنا رأيكم في التعليقات. يلا بينا نبدأ الحلقة. واحنا بنبدأ حلقتنا وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نسأل ونقول القصة بالكامل في أموال مصر المهربة بدأت من إمتى؟ في 2011 اتقال إن ثروة مبارك وصلت ل 70 مليار دولار، وبالفعل اتشكلت لجنة من المجلس العسكري، واللي شكل ساعتها لجنة قضائية بحثت في الموضوع ده عشان تقدر تسترد أموال مصر المهربة. واللجنة قامت بدورها على أكمل وجه ممكن، وقدرت إنها توصل للاتحاد الأوروبي عشان تحاول ترجع لمصر فلوسها اللي اتهربت بره، وطلعوا قرار التحفظ على الفلوس المصرية. لكن المشكلة الكبيرة إن لما الحكومة المصرية طلبت فلوسها اللي اتهربت من الاتحاد الأوروبي، ساعتها اتطلب منهم إن الحكومة المصرية تبعت أكواد التحويلات اللي جت من مصر. وإيه طيب اللي أخر القصة ووقف الأمور يا ترى؟ المفاجأة هنا إنهم ملقوش الأكواد الخاصة بالتحويلات في البنك المركزي، بمعنى أوضح أكواد التحويلات اختفت وكأنها ما كانتش موجودة أصلا، ومحدش عنده إجابة لحد دلوقتي عن الموضوع ده. لأن إزاي وصلت الفلوس بره من غير حسابات مسجلة؟ ودي مش مبالغ صغيرة، لا دي مبالغ كبيرة جدا، بنتكلم حضرتك في مليارات. يعني اتهرب حوالي 26 مليار دولار، ويمكن أكتر كمان شويتين ثلاثة. في مصادر أمريكية بتقول إن اتهرب من مصر حوالي 232 مليار بره مصر، لكن مفيش دليل ممسوك على الكلام ده، وده اللي مصر بتحاول تثبته على الورق عشان تقدر ترجع حقها وفلوسها المتهربة. بس يا ترى المبالغ دي حقيقية وليها واقع فعلا، ولا قصص خيالية وإشاعات بس؟ أهو ده اللي هنعرفه في حالة لو الحكومة قدرت تثبت ده بشكل رسمي. ساعتها نقدر نقول إنها هترجع فلوسها اللي اتهربت وتحل أزمتها الاقتصادية بشكل أسرع. الفكرة هنا إن مع اختفاء الأكواد التحويلية في حاجة واحدة بس منطقية، وهي إن الفلوس دي تم الاستيلاء عليها عن طريق حسابات سرية في أكتر من بنك على مستوى العالم، والبنوك دي مش خاضعة للرقابة البنكية. وبالفعل اتجمد وقتها 750 مليون دولار في سويسرا، غير بريطانيا اللي جمدت 220 مليون جنيه. سويسرا اللي جمدت حوالي 650 مليون دولار بسبب منظمة سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام وحدها، واللي كان ليها مقر في سويسرا، وكانت بتضم تبرعات من رؤساء دول العالم. التسريبات الإعلامية وقتها قالت إيه ورد مبارك كان إيه؟ صحيفة ديلي تليجراف البريطانية قالت نقلا عن مصدر في المخابرات البريطانية إن مبارك أمضى 18 يوم في المظاهرات ضده في نقل وتحريك ثروته إلى بنوك لا يمكن تتبعها. الخبراء ساعتها قالوا إن سويسرا أكبر بلد دخلت فيها عائلة مبارك أكبر حصة من الأموال، خصوصا في بنوك US وكريدت سويس، وقالوا إن الثروة دي مش هتعدي 3.8 مليار دولار، وده المبلغ اللي بيملكه أشخاص مصريين في المصارف السويسرية. الكلام ده اتقال بدون تحديث لمعلومات تاني بعد الثورة. الرئيس مبارك نفى بشكل قاطع امتلاكه أي أصول أو أموال في الخارج،
كمان فريد الديب تمسك بكل ما جاء في إقرار الذمة المالية بأنه ملوش ولا مليم خارج مصر، والكلام ده اتجدد المطالبة بيه وطرحه في 2014، لكن التجميد للأموال استمر 3 سنين إضافية لاسم مبارك في القائمة. طب ليه سويسرا جمدت الفلوس أصلا دونا عن الآخرين؟ هقول لك يا ريس، سويسرا جمدت الفلوس لحد ما تعرف إيه هي مشروعيتها أصلا وجاية منين. لكن في 2016 تم فك تجميد حوالي 175 مليون دولار من الفلوس، وفي آخر 2017 الحكومة السويسرية قررت إن هي توقف تعاونها مع مصر في كل حاجة تخص عائلة مبارك، وقالوا إن الحكومة المصرية ما عندهاش دليل رسمي وملموس على الكلام ده، رغم إن الفلوس وقتها 500 مليون دولار بعد ما خصموا فلوس المصالحات اللي كانت شغالة وقتها. طبعا مصر ما رضيتش عن القرار ده واحتجت عليه ورفعت مشكلتها وشكوتها لمحكمة العدل الأوروبية، وبالفعل محكمة العدل فتحت الموضوع من تاني في أبريل السنة اللي فاتت، لكن كان قرارها زي قرار الحكومة السويسرية ووافقتها الرأي بأنهم يلغوا التجميد اللي كان على فلوس عائلة مبارك لنفس السبب، هو إن الحكومة المصرية مش عندها دليل ملموس على الكلام. يا ترى مصر كده خسرت فلوسها المتهربة ومش هتقدر ترجعها؟ من غير شك مصر ليها الحق في الفلوس المتهربة، وبما ان مصر بقت موقع مهم لاوروبا والسوق الاوروبي خصوصا في موضوع الغاز والكهرباء، تقدر تستغل التحالف ده في الضغط عليهم واسترجاع حقها زي ما الجزائر عملت، واللي قدرت ترجع 25 او 27 تقريبا مليار دولار من فلوسها اللي كانت مهربة بره خلال حكم عبد العزيز بوتفليقة، وقدروا انهم يرجعوا الفلوس دي عن طريق مساعدة وتعاون من الدول الأوروبية معاهم، بعد ما رفعوا ليهم 219 مطالبة قضائية اتنفذ منها 43 مطالبة، ولسه الباقي متنفذ أو جاري التنفيذ. مش مهم يكون إن حاجة فيهم تتنفذ، فبالتالي بالتبعية الكل هيجيب بعض، وده بشرة خير. هتقولي يعني مصر لسه هتستنى وتقدم مطالبات قد كده للدول الأوروبية عشان تقدر ترجع حقها؟ هقول لك لو ده هيجيب حقنا ليه لا؟ الجزائر قدرت ان هي تشكل لجنة تحقق عن كل الملكيات للعقارات في سويسرا، وقدرت فعلا ترجع ملكية 40 عقار للحكومة الجزائرية واللي وصل قيمتهم ل 500 مليون يورو، وقدرت انها ترجع 15% من قيمة الفلوس المتسيلة المنهوبة للدولة من تاني. تونس كانت معانا في نفس الخط، يا ترى عملت ايه؟ تونس قررت انها تعيد فتح الملف ده تاني لانها بتعاني بشكل كبير من ازمه اقتصاديه زي مصر. قررت انها تعيد ملف استرجاع اموالها المنهوبه عشان تقدر تنقذ اقتصادها بشكل سريع. لكن المشكله في تونس هنا عشان يحلوا مشكلتهم ويسترجعوا فلوسهم لازم ان المتهمين يتحكم عليهم حضوريا، لكن هم بره تونس اصلا، وبالتالي الحكم هيكون غيابي، وده مخالف للشرط المطلوب منهم، وده الحاجة الصعبة في فتح الملف بالنسبة لهم. كمان أنجولا ماشية بطريقة ذكية جدا في فتح ملف الأموال المنهوبة، وهي إنها تفاوضت مع الدول الأوروبية إنها ترجع ليها الفلوس اللي اتهربت واتنهبت، مقابل إنها هتتقاسم في الأصول المنهوبة مع الدول اللي ساعدتها، عشان تعمل يعني حافز إضافي للدول دي يشجعها إنها ترجع الفلوس وتعيد فتح الملف من تاني وتقدر ان هي ترجع حقها بالفعل. مصر محتاجة لهجمة عنترية في الملف ده، خصوصا ان الازمة الاقتصادية اللي بتمر بيها مؤثرة على قطاعات كبيرة بشكل كبير، فليه لا ما نحاولش نتفاوض ونشوف حلول اكتر واسرع لاسترجاع اموالنا المنهوبة. لازم مصر تحاول تغير نظرة محكمة العدل الأوروبية، خصوصا ان هي كانت شايفة مصر مش مقدمة الأدلة الكفاية عشان ترجع حقوقها بشكل كافي وتستعيد فلوسها المتهربة، لأنهم شايفين إن الحكومة معرفتش تقدم الأدلة الصحيحة اللي يخليهم يمشوا في الموضوع ويتحققوا منه. فإزاي هساعدكم لما انتوا مش مقدمين لينا الأدلة الكافية؟ لازم المرة دي تكون الحسابات مرتبة أكتر والحلول متوفرة بشكل أكبر. المهم من كل ده إن مصر تقدر تسترد حقها وفلوسها من تاني، ما هو اللي ليه حق لازم يطلب بيه بسرعة، وعلى رأي المثل يموت الحق اللي ما وراهوش مطالب. ولا إيه رأيك يا ريس؟ لغاية هنا إحنا خلصنا.
قول لنا في التعليقات رأيك في موضوع النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. فريق عمل المراية تشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفونا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الدعم والشير. سلام عليكم ونشوفكم دايما على ألف خير.